السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، رب نكونوا بخير. تعالى نحل مع بعض النموذج الاسترشادي الرابع applied. قول كده بسم الله. أول سؤال بيقول لي F1 ب 2 و 4، F2 ب 1 و negative 2، F3 ب negative 3 و 4 act at the point 3 1. كده أنا خدت بالي من حاجة مهمة. إيه هي؟ إن التلاتة فورس كلهم active point واحدة أهي. مادام الفورسز كلها active point واحدة يبقى أنا هروح أسهل أشتغل على الريزلتنت. طب الريزلتنت في الفيكتور بتتجاب ازاي؟ هنعمل بلس، يعني همسك 2 4 بلس 1 ونيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3 و4، يبقى 2 بلس 1 هتبقى 3 ونيجاتيف 3 تبقى 0، 4 ونيجاتيف 2 هتبقى 2، 2 بلس 4 هتبقى 6. وكده برضو الريزلتنت هتكون اكتف البوينت نفس البوينت 3 1. عايز اللينث اوف perpendicular from the point 2 negative 3 to the line of action of the resultant. حاضر. يبقى انا في الاول عشان اجيب اللينث اوف perpendicular لازم اجيب المومنت. طب about مين؟ about 2 ونيجاتيف 3. طب انا عشان اجيب المومنت محتاج r كروس f. الار بتاعت حضرتك هنقول والله هي بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر، فتبقى 3 ماينس 2 هتبقى 1، 1 ماينس نيجاتيف 3 تبقى 4، هيبقى 1 و4 كروس الاف بالنسبه لك دلوقتي هي الريزلتنت، هيبقى 1 تايم 6 ماينس 0 كي، هتطلع لحضرتك بكي ب 6 اسف. هيبقى اللينث اوف perpendicular هو نورمال مومنت على نورمال فورس. نورمال مومنت هتبقى 6، نورمال فورس يعني روت 0 سكويرد، طبعا بزيرو ملهاش لازمه، و6 سكويرد، ففي الاخر تطلع ب1، يعني تشويس رقم دي. السؤال التاني بيقول if the forces are parallel وكمان equilibrium، عايز ال AC. كلمة equilibrium معناها أولا فوق قد تحت، يعني ال F equal 50 plus 30 يعني 80. طب جميل. طب كمان المومنت equal 0. طب هنجيب المومنت فين؟ قالك في أي حتة. طب فين؟ أسهل حاجة في الدنيا عند C. لما نجيب المومنت عند السي هلاقي ان ال 50 بتلف بالبوزيتيف، ف 50 تايم 6، وال 30 هتلف بالنيجاتيف، هيبقى نيجاتيف 30 تايمز الاي سي هنسميها سي اكس، يعني 30 اكس ايكوال 50 تايم 6، ودي هناك بالديفايدد هتطلع لحضرتك الاكس ايكوال 10. مين الاكس؟ هي الاي سي. خلاص، يبقى الاي سي ايكوال 10، يعني تشويس رقم دي. سؤال رقم 3 بيقول لي two forces 30 و 30، الديستانس ما بين اللاين اوف اكشن بتاعهم هيكون L، وفي اسف، والتو فورسز دول فورم ا كابل. ماشي، ما هو فورم ا كابل دي معناه ان هم ايكوال قدام حضرتك واوبزيت فين؟ في الدايركشن. بيقول if the magnitude of the two forces became 20 و 20، يبقى الديستانس ما بينهم قد ايه عشان يعملوا كابل equivalent ل previous couple. طب ركز، هو قال لك في الاول 30 و 30 والديستانس بينهم ال، هيبقى المومنت هقول والله 30 في الديستانس، على اعتبار ان انا قلت مثلا ان دي 30 ودي برضه هتبقى 30 والديستانس ما بينهم ال، فخلاص جبت المومنت على طول. طب تعالى بقى ايه الكابل التاني. التو فورسز دلوقتي هو بيتكلم ان هو خلاها 20 و20، فهو عايز الديستانس ما بينهم عشان يعمل كابل ايكويفالنت للكابل الاولاني. طب اقول والله ان المومنت هنا هتبقى 20 في اكس، ومادام الاتنين كابل دول equivalent لبعض، يعني هقدر اقول ان 20x equal 30l، وبالتالي هيبقى الاكس equal 30l over 20، يعني 3 over 2l. هو كاتب لك ال يبقى ناقصه 3 over 2، اللي هي تشويس رقم B. نمبر 4 بيقول لي body move in a straight line from fixed point. ماشي، الالجبريك measure of the velocity vector مديك ان ال v ب 3t to power 4 متر بير سكند، وبيقول انا عايز الالجبريك ميجر اوف ذا اكسلريشن، عايز الالجبريك ميجر اوف اكسلريشن. حاضر. الفي هنا هي فانكشن في تي، وبالتالي يبقى الاكسلريشن هتبقى دي في اوفر دي تي، يعني 12 تي باور 3. لما تيجي تدور عليها هتلاقي ان هو عاملها ايه؟ كلها ريليتد بالفي. طيب
انا بقى محتاج اصبر شويه كده عشان اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. ركز كده معايا واحده واحده. انا دلوقتي لو انا جيت بصيت على التشويسز دي كلها وشلت كل في منها عشان اطلع منها ال ال الاكسلريشن، فتشويس رقم A هي عباره عن 12 في اوفر تي، يعني 12 4 تي، اسف 3 تي باور 4 اوفر تي. لو انا كنسلت التي مع تي من هنا هيتفضل 36 تي باور 3، لا مش هي دي، يبقى ده كده مش هينفع. لو انا مسكت التشويس التاني هتبقى 4 في اوفر تي. لو انا كنسلت تي مع تي بقت تي باور 3، و3 تايمز 4 هتبقى 12، يعني 12 تي باور 3. دي هي دي بالظبط. يبقى شكرا، ادي تشويس رقم بي. نمبر 5 مديني ان الماس تي بلس 2 كده الماس فاريبل، خد بالك ماشي بكونستانت فيلوسيتي 36 كيلومتر بير اور. طب الفي دي هحولها متر بير سكند، يعني تايمز 5 اوفر 18، فتطلع 10 متر بير سكند. بيقول in a straight line under the action of the force F active direction of motion، عايز الاف. دايما اي سؤال يطلب من حضرتك الاف اجري على طول بص على الماس. لو الماس كونستانت يبقى الاف ايكوال ام اي، لكن طول ما الماس فاريبل هيبقى الاف ايكوال ديريفيتيف ام في. يعني ديريفيتيف الماس اللي هي تي بلس 2 تايمز الفي اللي احنا خلاص ظبطناها تبقى 10. وخد بالك من التظبيطه دي مهمه. ليه؟ انت لما هتحط الماس بالكيلوجرام والفي بالمتر بير سكند يبقى انت كده شغال يونتس كبيره، فهتطلع طبيعي الفورس بالنيوتن وهو كمان عايزها بالنيوتن. في الديريفيتيف اي رقم تايمز انا ماليش دعوه بيه، يعني 10 وديريفيتيف التي هتبقى 1، وطبعا التو بزيرو، ففي الاخر هتبقى 10 نيوتن، يعني تشويس رقم سي. وخد بالك دايما وانت بتحل من اليونت اهم حاجه عندك اليونتس، مش فرحان برقم لقيته في التشويسز وخلاص، خد بالك كويس. يبقى انا كده حليت نمبر 5. نمبر 6 بيقول لي انا عندي اي بي هو يونيفورم مودن بيم اوف لينث 6 متر، الويت بتاعه 60، ريست على 2 سبورت. حاضر، ادي البيم اهو، ريست على 2 سبورت، واحد منهم 1 متر فروم A، ادي 1 متر فروم A، والتاني at two distance 2 متر فروم B. طيب تعال بقى نرجع للاول خالص. هو كان قايل لي كله 6 متر، والويت هو يونيفورم، فالويت كده في النص. ويته كان كام؟ ويته كان 60، وهو طوله كله كان 6 متر، وبالتالي تبقى دي 1 متر ودي هتبقى 2 متر. وهنا في رياكشن، وهنا برضو عندي رياكشن. بيقول لي if the beam equilibrate horizontally، حاضر، then the reaction، ركز بقى، reaction of the support closer to end A equal كام؟ هو عاوز الرياكشن قريب من A. طب مادام ده equilibrium فانا اقدر اقول ان R1 plus R2 equals هتكون 60، يعني فوق قد تحت، والمومنت في اي حته، فانا سي لو سميت دي سي وسميت دي دي، فانا ممكن اروح اجيب المومنت عند دي ايكوال 0. هيبقى ال 60 هتلف بالبوزيتيف والديستانس 1، والار 1 هتلف بالنيجاتيف والديستانس هتكون 3، يعني 3 ار 1 ايكوال 60، يعني الار 1 هتكون ايكوالز 20 كيلو جرام ويت، يعني تشويس رقم بي. نخش نمبر 7. بيقول لي in the opposite figure عندي two forces 5 و 5 نيوتن act في الشيب اللي قدامك ده عشان يعملوا كابل، وفي كمان two forces 9 و 9 برضه هما الاتنين بيعملوا كابل، وبيقول the forces are coplanar، عايز ال resultant couple قد ايه. طب resultant couple انا هبدأ بالفايف. انا عندي الفايف والفايف دول بيعملوا كابل، هيلفوا بالبوزيتيف، وبالتالي هتبقى 5 تايمز الديستانس من اول الفايف دي للفايف دي كلها تبقى 4، يعني 20 هيبقى نيوتن دوت سنتيمتر. لكن ال9 وال9 دول مايلين. طب مادام هي مايله انا محتاج بقى اشتغل شويه على الريزوليوشن. ما تيجي انا وحضرتك كده نعمل زوم ان كده بالراحه، ونقول انا لو سميت دي كده ثيتا هتبقى قد دي بالظبط عشان دول بارلل لبعض.
طب ما هو فادك في حاجة، قال لك ان الانجل دي كلها بكام؟ ب 150. طب ما دام الانجل دي كلها ب 150، طب ايه رأي سيادتك يبقى اللي جنبها دي كام؟ هتقول لي 30. طب جميل، هيبقى دي كده ب 30، وبالتالي لما اجي اعمل ريزوليوشن هتبقى هنا هتبقى 9 كوساين 30، وهنا هتبقى 9 ساين 30. وبنفس الطريقة برضو بنفس الحاجة هتبقى دي 30، هتبقى دي هنا 9 كوساين 30، وهنا هتبقى 9 ساين 30. بس خد بالك من حاجة مهمة، ال 9 كوساين 30 وال 9 كوساين 30 دول ملهمش مومنت عشان هم على نفس اللاين، فيبقى عندك 9 ساين 30 بس هي اللي هنشتغل عليها. يعني هقدر اقول كده ان 9 ساين 30 و 9 ساين 30 هما الاتنين بيعملوا كابل، المومنت بتاعه هيلفوا برضو مع بعض بالبوزيتيف، هيبقى 9 ساين 30 تايمز الديستانس ما بينهم هتبقى 2، فتطلع ب 9 نيوتن دوت سنتيمتر. هيبقى الريزلتنت كابل، هعمل الاتنين دول بلس بعض، هيبقى 20 بلس 9 هتطلع في الاخر 29، يعني تشويس رقم A. نمبر 8 بيقول لي انا عندي body move from rest، يعني ال V node equal 0، ماشي في straight line from fixed point، يعني ال X node equal 0. الالجبريك measure of the acceleration مديني الاكسلريشن هتبقى 6t squared minus 2 meter per second square. عايز ال displacement covered by this body during كذا. خد بالك عايز ال displacement مش ال distance، ها. طب انا في الاول عشان اجيب ال displacement لازم اجيب ال v الاول. ال v هي integration ال a with respect للتايم، فلما نعمل دي الباور بلس 1 على الباور الجديد ونحط هنا t ودي بلس c. عشان اجيب السي هو قال لك في بدايه الموشن خالص الانيشال فيلوسيتي بزيرو، يعني التايم بزيرو والفي نوت بزيرو، هيطلع معاك السي بزيرو. هيبقى الفي هتبقى 2 تي باور 3 ماينس 2 تي. ادي الفي. مادام طلب منك الديسبيسمنت يبقى على طول هتشتغل انتجريشن من 0 ل 4 ل 2 تي باور 3 ماينس 2 تي دي تي. تعال نطلع الكالكليتر. ونبدأ نقول له definite integration. هاتوا بس الناحية التانية كده. ادي definite integration هنقول له ل 2 x باور 3 minus 2t، ومن 0 ل 4 هتطلع كام؟ هتطلع 112 متر. يبقى شكرا، تشويس رقم سي. خد بالك وانا شغال في السؤال ده قلت لك خد بالك هو طالب منك displacement مش distance. ليه؟ عشان هو لو طلب distance المفروض يبقى في steps تانية خالص، اللي هي المفروض لازم نحط ال v الاول equal 0 عشان نشوف البادي هو بيعمل change الدايركشن فين. ولو التايم ده موجود في الانترفال من 0 ل 4 فانت هتعمل انتجريشن حتتين. يعني مثلا لو التايم ده ب 1 فانت هتروح تعمل ديفينيت انتجريشن من 0 ل 1 للفي لوحدها، وتعمل ديفينيت انتجريشن من 1 ل 4 للفي لوحدها. تكتب ده لوحده على الكالكليتر، لو طلع نيجاتيف شيل النيجاتيف، تكتب ده لوحده على الكالكليتر، لو طلع نيجاتيف شيل النيجاتيف، واعملهم بلس بعض كده انت جبت الديستنس غير الديسبيسمنت خالص. نمبر 9 عندي اتنين ماس 5 جرام و3 جرام تايد لاتنين اند السترينج. السترينج ده معدي على سمول سموث بولي، بدأ فروم ريست لما كان الاتنين بادي على نفس الهوريزونتال بلين. عايز الفيرتيكال ديستانس بين التو بادي افتر 1 سكند فروم ذا beginning اوف موشن. محتاج اجيب الاكسلريشن. وخد بالك من حاجه صغيره، اليونتس يا جماعه دي جرام ودي سنتيمتر، فانا هشتغل باليونتس الصغيره. عشان اجيب الاكسلريشن فانا هقول والله ادي 5 minus 3 تايمز الجرافيتي على 5 بلس 3. فلما نحسب الاكسلريشن دلوقتي ادي فراكشن، هقوله 5 minus 3 يعني 2 تايمز جرافيتي اوفر 5 بلس 3 يعني 8، فتطلع لحضرتك 245 سنتيمتر بير سكند سكوير. عشان اجيب الفيرتيكال ديستانس لازم اجيب الاس الاول، في نوت تي بلس هاف اي تي سكويرد. هو بدأ فروم ريست، ادي هاف في اكسلريشن، في التايم هيكون عندك 1 سكند،
فتطلع لحضرتك هيبقى 245 divided 2 هيطلع 122.5 سنتيمتر. دي الديستانس كفرد ببامبا دي بس. وبالتالي لو قال لي هات الفيرتيكال ديستانس، فانا همسك الاس بتاعتك اللي انت جبتها دي ملتبلاي 2 فتطلع لك 245 سنتيمتر، يعني تشويس رقم دي. نمبر 10، انا عندي variable force measured بالنيوتن. خد بالك من الحته دي كويس. ادي الاف اهي، مادام فيها اس او اكس يبقى وارد يا اما يتكلم على الورك او الانرجي، ده فاهم ملهاش حل تالت يعني. الاس هي الديسبيسمنت. قال لك then the work done by this force during the interval من 1 ل 7. شكرا. عايز الورك done، هقول له والله هو integration s squared minus 2s من 1 ل 7. هات الكالكليتر وقول له definite integration ل x squared minus 2x من 1 ل 7 هتطلع 66، يعني تشويس رقم سي. ليه قلت لك نيوتن؟ ده نيوتن ومتر فطبيعي يطلع بالجول، فاحنا كده اليونتس مظبوطه ما تقلقش منها يعني. رقم 11، انا عندي A B C D ده رومبس، وبيقول of the two forces 10 و 10 form a couple. يبقى عايز الماجنتيود بتاعت الاف such that ان التو فورسز دول equilibrium state. طب حلو قوي. كلمة equilibrium state معناها ايه؟ معناها ان الاتنين كابل دول equilibrium لبعض. طيب نركز بقى. بص يا سيدي، هو سيادتك امسك ال10 وال10 الاول. هتقولي والله ال10 وال10 دول بيعملوا كابل، ونجيب المومنت بتاعتهم. يبقى كده نقول الاف والاف برضو فورم ا كابل، ونجيب المومنت بتاعتهم. والمفروض الصم بتاع الاتنين مومنت ده ايكوال زيرو. هو ما ادكش اي سايدز خالص، بس احنا هنستخدم معلوماتنا عن الرومبس. ايه معلوماتنا عن الرومبس؟ ان اول حاجه ان السايدز كلها قد بعض. جميل. طيب انا بقى عشان اجيب الديستانس ركز معايا، همسك ال10 وال10 دي عادي خالص، واقوم راسم ديستانس ما بين ده وده كده اهو. جميل. طب دي هنجيبها ازاي؟ اولا انت قلت السايد ده ال، صح؟ طيب المفروض الانجل دي ايه علاقتها بالثيتا؟ قال لك ان each two consecutive angle are supplementary، يعني اي اتنين انجل ورا بعض في الرمبس او عيلته كلها اللي هي البارالوجرام والسكوير والريكتانجل كلهم الصم بتاعهم 180. فلما تكون دي ثيتا يبقى اللي بعديها دي كام؟ هتبقى 180 ماينس ثيتا. وبالتالي هنا هقول والله ال10 هتلف بالنيجاتيف، والديستانس بتاعتها هتبقى هايبوتنس ساين اللي هي عباره عن ال ساين 180 ماينس ثيتا. تعالى الناحيه الثانيه للاف. الاف والاف هيلفوا بالبوزيتيف، وتعالى نجيب الديستانس. الديستانس فين؟ الديستانس بين الاف والاف هي الحته دي بالظبط. طب دي هنجيبها ازاي؟ برضو هنا السايد ال، والانجل دي قد الانجل ايه بالظبط. ليه؟ لان each two opposite angles are equal، يعني دي برضو 180 minus theta. وبالتالي تبقى الديستانس هتبقى برضو hypotenuse ساين، يعني ال ساين 180 minus theta. طب سيادتك بدل الاتنين دول equilibrium لبعض، يعني الصم بتاعهم بزيرو، او من الاخر ان اي واحده فيهم سي دي هي قد التانية بس بعكس الساين. يعني ممكن اكتب كده، اكتب ان الاف ال ساين 180 ماينس ثيتا ايكوالز هتبقى 10 ال ساين 180 ماينس ثيتا. انا خلصت ايه؟ كنسل ال وكنسل الساين، هيبقى الاف ايكوال 10. شكرا، اللي هي تشويس رقم سي. سؤال سهل بس هو اللي يفهمه بس. نشوف بقى رقم 12. بيقول لي انا عندي كارين ليفت ا بوكس with conservative force F equal 56. كلمة conservative معناها constant and displacement vector is كذا if the magnitude of the force measured بالنيوتن والdisplacement measured بالمتر. ماشي جميل. عايز ال change في الكايناتيك انرجي equal قد ايه؟ طب جميل. لما هتيجي تفكر هتفكر كده، هو ايه علاقة الفورس بالديسبليسمنت وكمان اللي تشينج في الكاينتيك؟ انا عندي رول بيقول ان اللي تشينج في الكاينتيك ايكوالز الورك دان، ده رول. وبالتالي
حضرتك الورك دان هيتجاب من اف دوت اس. طب الاف هي 50 و60 وهي ميجرد بالنيوتن. حلو. الديسبليسمنت هي 4 و3 وهي ميجرد بالمتر. فلما نعمل دوت عادي خالص يبقى 50 تايمز 4، 50 تايمز 4 هتبقى 200 بلس 60 تايمز 3 هتبقى 180، فكله يطلع 380. طب 380 ايه؟ جول، عشان انا مشتغل الفورس بنيوتن والديسبليسمنت بالايه؟ والديسبليسمنت بالمتر، فتطلع مبروك عليك التشينج في الكايناتيك. رقم 13. انا اسف معلش. اوعى حد هنا يفكر يقول لي طب انت ليه ما جبتش الفي واروح اشتغل الكايناتيك ايكوال هاف ام في بار 2. هاف ام في بار 2 يا جماعه هي الكايناتيك مش اللي تشينج في الكايناتيك، فركزوا في الكلام كويس. هو طالب مني اللي تشينج في الكايناتيك. رقم 13 بيقول لي انا عندي الاف 3 و5 اكتف البوينت 21. اللاين اوف اكشن اوف ذا فورس بارallel للسي بي. طب ثانيه واحده كده، تخيل معايا ادي الاف وبتعمل اكتف البوينت A اللي هي 2 و1، وفي هنا باراليل لبي سي. اوكي، او باراليل لسي بي مش تفرق يعني. البوينت سي هتبقى 0 1 و عايز الماجنتيود اوف ذا مومنت اوف ذا فورس اوف ذيس فورس اباوت بي. عايز المومنت عند البي. طب انا استفيد من كلمه باراليل دي ايه؟ هل ليها لازمه؟ طبعا. لما يكون عندي الفورس باراليل لبي سي دي معناها ان المومنت عند البي ايكوالز المومنت اباوت سي. يبقى حضرتك لو جبت المومنت اباوت سي هتبقى هو الاثنين قد بعض. طب تعال نجيب المومنت اباوت سي. هتقول لي الار بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر اللي هي السي، هتبقى 2 و0. امسك الار كروس الاف اللي هي 3 و5، هتبقى 10 ماينس 0 كي، هتبقى ايكوالز 10. بدام المومنت عند السي ايكوال 10 يبقى المومنت عند البي برضو ايكوالز 10. هو عايز الماجنتيود، هقول له باشا شكرا، التشويس رقم دي. نمسك 14. عندي F1. ال F1 هي 3 و A. ال F2 هي B و 2. F3 هتبقى 4 و 2A. اكتف البوينت هسميها A 1 و 2، البوينت B 3 و 3، البوينت C هتبقى 3 و 1. بيقول if the resultant of the forces passes through the point 2 و 2 عايز B minus A. طب معنى ان الريزلتنت بتعدي على 2 2 معناها ايه؟ معناها ان المومنت of forces about 2 و 2 equal 0. يبقى كل الجملة دي كلها معناها ان السم of moment للفورسز about مين؟ about 2 و 2 equal كام؟ 0. طب تعالى بقى، عشان كل فورس اكتف بوينت لوحدها هنجيب لكل واحدة ار. بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر، فتطلع بنيجاتيف 1 و 0. بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر هتطلع ب 1 1. بوينت على اللاين اوف اكشن ماينس السنتر هتطلع 3 ماينس 2 هتبقى 1 وهتكون نيجاتيف 1. هنجيب بقى السم اوف مومنت. ادي اول واحده، ادي ار كروس الاف هتبقى نيجاتيف اي كي. ادي ار كروس الاف هتبقى 2 ماينس بي. وادي ار كروس الاف هتبقى 2a بلس 4. تعالى بقى كده بالراحه على جنب، نعملهم كلهم بلس بعض ايكوال 0. يعني نيجاتيف a بلس 2 ماينس b بلس 2a بلس 4 equal 0. 2a ونيجاتيف a يعني ايه؟ يبقى a minus b 2 بلس 4 هتبقى 6، الناحية التانية هتبقى نيجاتيف 6. جبت ال a minus b، لا هو عايز b minus a. طب اوكي، غير الساين، هتبقى كام؟ هتبقى 6، يعني تشويس رقم a. نمبر 15 بيقول the opposite figure represent الفيلوسيتي displacement بالمتر و velocity meter per second. for a body move في straight line عايز ال acceleration of the body لما كانت ال displacement 4. ركز، انا عايز ايه؟ عايز ال acceleration. طب هل ال v function في time ولا function في s؟ function في s. هيبقى ال acceleration هي v dv over ds.
الفي اجيبها ازاي؟ ركز، انت عايز الديسبليسمنت، اسف، عايز الاكسلريشن لما الديسبليسمنت ايكوال كام؟ 4. هنيجي عند ال4، اطلع فوق، اخبط، خش على الواي، يبقى الفي بكام؟ ب 6. ادي الفي ب 6. الدي في اوفر دي اس ده السلوب. طب الكيرف ده عندك ده ستريت لاين، معاك كام بوينت؟ 2 0 0 و4 و6. هات منها السلوب، هيبقى y minus y over x minus x، فتطلع 3 over 2، وبالتالي يبقى ال dv over ds هتبقى 3 over 2. لما تحطها هنا هتطلع لحضرتك ب 9 متر per second square، يعني التشويس رقم A. رقم 16. If a constant force act على body of 5 كيلوغرام، ماشي، move في straight line to change the velocity from كذا to كذا في time كذا. عايز الماجنتيود للفورس دي فورس اكت على بادي لتايم، لبيريود معين، بيريود اوف تايم معينه، يبقى ده امبلس. يعني هقدر اقول ان الاف في تي ايكوالز ام في 2 ماينس في 1. بس هنظبط حالنا الاول. انت عندك الماس 5 كيلو جرام، مظبوطه. الفي اتغيرت من في 1 لفي 2. طب الفي 2 هي 72 تايمز 5 اوفر 18 عشان نخليها متر بير سكند، هتطلع لحضرتك ب 20. والفي 1 هي 36 برضو تايمز 5 اوفر 18، فتطلع لحضرتك ب 10 متر بير سكند. هيبقى في 2 ماينس في 1، والتايم عندنا ب 1 اوفر 5، وادي اف. 20 ماينس 10 يعني 10، 10 تايمز 5 هتبقى 50، ودي ال 1 اوفر 5 بالديفايدد، هتطلع الاف ب 250 نيوتن. ليه؟ حاطين التايم بالسكند، حاطين الماس بالكيلوجرام، حاطين الفيلوسيتي متر بير سكند، فطبيعي الفورس تطلع بالنيوتن، اللي هي تشويس رقم كام؟ تشويس رقم بي. نمبر 17 بيقول لي in the opposite figure عندي uniform ladder of length 20 rest ب one end على smooth vertical wall، يعني هنا في عندي reaction، و rest بالاذر end على rough horizontal ground، يعني هنا في R2 R1 اسف. البادي about to slide لما كان مايل ب 30، عايز الستاتيك فريكشن فورس. كلمة static friction force اللي هي الميو اس ار كلها. خد بالك، فرق ما بين الستاتيك فريكشن فورس والكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، في فرق أهم. عايز الستاتيك فريكشن فورس، حاضر. فهو about to slide، يعني هنا عندي هنا ميو اس ار 1 ده الستاتيك فورس. طب انا على طول كده بدل ده about to slide يعني ده equilibrium عادي، فلما نيجي نعمل البلس بتاعنا، عندي فوق R1 وتحت فيه 20، وعندي هنا R2 وعندي هنا ميو اس R1. فوق قد تحت ويمين قد شمال، فاقدر اقول ان الار 2 هي ميو اس ار 1. ركز بقى، هروح اجيب المومنت سي عند ايه، فده باي باي ملهوش مومنت، وده برضو باي باي ملهوش مومنت، وهو ما قالش اللينث بتاع اللادر، فانا هسميه ال وتبقى دي نص ال. يبقى الار 2 هتلف بالنيجاتيف، والديستانس هتبقى ال ساين 30. الويت اللي هو ال 20 هيلف بالبوزيتيف، والديستانس هتبقى هاف ال ساين، اسف، كوساين 30. طب لو عملنا كلها ديفايدد باي ال، فال دي هتتكنسل مع ال دي، مع السلامه. ركز معايا بالله عليك. سيادتك لو انت خدت ده كده، ده بالنيجاتيف وديته الناحيه التانيه، هيبقى معاك هاف R2 equals 20 multiply half multiply cosine 30، هتطلع معاك ب 5 روت 3. ودي الهاف بالديفايدد، هتطلع معاك ان الار 2 ب 10 روت 3، ومن البلس بتاعتك الار 2 قد الفريكشن كلها، يبقى الميو اس ار 1 اللي هي الفريكشن فورس هيبقى نفس الحاجه ب 10 روت 3 بنفس اليونت كيلو جرام دوت ويت، يعني التشويس رقم سي. نمبر 18 بيقول لي انا عندي فورس اوف ماجنتيود 90 نيوتن اكت على بادي اوف ماس 20 كيلو جرام، غيرت الفيلوسيتي بتاعته من 12 متر بير سكند ل 15 متر بير سكند ان سيم دايركشن. عايز الكفرد ديستانس اوف ذا بادي. في اكتر من حاجه تعرف تشتغل بيها، ممكن ايكويشن اوف موشن وتطلع اكسلريشن وتجيب الديستانس، او حاجه مهمه جدا ان التشينج في الكايناتيك ايكوال الورك دان.
اللي تشينج في الكايناتيك يعني هاف ام في 2 باور 2 ماينس في 1 باور 2 ايكوالز الورك دان اف في اس. ركز معايا، ادي هاف، الماس عندنا هي 20، ال V2 هي 15 باور 2 ماينس ال V1 هي 12 باور 2 ايكوال الفورس 90 واحنا عايزين اس. في ستيب واحده هتجيب الاس. تعالى كده هنعمل هاف تايمز 20 تايمز افتح براكت هتقول له 15 باور 2 ماينس 12 باور 2، كل ده هيطلع ب 810. لما نعملها ديفايدد 90 هتطلع الاس ب 9 متر وخلصت. 9 متر دي يعني تشويس رقم كام؟ يعني تشويس رقم A اهي. وبرضو كتر ألف خيره الامتحان كله مديك اليونتس مظبوطة، بس انت برضو لازم تاخد بالك. أول واحد في الإيساي بيقول لي in opposite figure عندي A B C D هو isosceles trapezium. طب isosceles trapezium ده خد بالك فيه كام كونستراكشن؟ فيه 2. يعني حضرتك هتعمل كونستراكشن هنا وكونستراكشن هنا. أنا بس سبقت عشان خاطر أراجع، وارد نستخدمهم أو وارد ما نستخدمهمش يعني. فانا عندي ال AB الايكوالز AB ايكوال DC ايكوال 5، يعني ده 5 وده 5. عندي الناحية التانية ال BC ايكوال 15، وعندي كمان ال AD ايكوالز 9، يبقى دي برضو الحتة دي 9 و15 ماينس 9 هتبقى 6، يبقى الحتة دي 3 ودي كمان زيها 3، يعني دي 4 ببايثاغورس ودي 4. بيقول لي بقى عندي forces 5 و9 و3 و4 act in direction. أول حاجة AB أهي هتكون 5. عندي 9 في السي بي أدي هنا 9. عندي دي سي هتكون 3، وعندي دي اي هتكون 4. وبيقول لي سيادتك find the sum of the moment of the forces about D. عايز السم بتاعت الفورسز كلها about D. طيب جميل، ده سهلة خالص. عشان نجيب المومنت عند الدي بالراحة كده، عندك حاجتين ملهمش مومنت، باي باي الفور وباي باي الثري، يبقى عندي الناين والفايف بس. زود على كده كمان ان الفايف دي مايلة، فانت ممكن تعمل لها ريزوليوشن تبقى واحدة هنا وواحدة هنا. لو سمينا دي ثيتا هتبقى دي 5 كوساين ثيتا ودي تبقى 5 ساين ثيتا. فال5 ساين ثيتا على نفس اللاين اللي فيه الدي، وبالتالي برضو ملهاش مومنت. طب الكوساين دي هنجيبها منين؟ سهلة، لو رسمت الترانجل ده كده دي ثيتا ودي 5 ودي 4 ودي 3، فاقدر اقول ان كوساين ثيتا هتبقى 4 اوفر 5. خلاص انا كده خلصت. لما نروح نجيب المومنت عند الدي، ال9 هتلف بالنيجاتيف والديستانس هتبقى 4. ال5 كوساين ثيتا هتلف بالبوزيتيف والديستانس ما بينهم هتبقى 9، يعني نيجاتيف 36 بلس 5 وشيل الكوساين وحط 4 اوفر 5، هتطلع لسيادتك نيجاتيف 36 بلس 36. شكرا، زيرو. هو كان عايز السم اوف مومنت وانا جبتها، خلصت. رقم 20 بيقول انا عندي body of mass 20 كيلو جرام، هو projected with velocity 7 meter per second upward inclined smooth plane. ثانية واحدة، ادي inclined وادي smooth plane وهو projected لفوق، الماس ب 20 كيلو جرام. initial velocity 7، المايل بانجل 30، ده البلين. قال لي find the potential، عايز البوتنشال after 2 seconds from the beginning of motion. عايز البوتنشال فوق بعد 2 seconds from the beginning of motion. طب حلو قوي. انا ممكن اجيبها ازاي؟ ممكن اقول والله هو body projected. طب ما هو بدام body projected نركز بقى، يعني طالع بايه؟ طالع بالويت بس، صح؟ يعني الايكويشن اوف موشن بتاعتي، ركز،
هيبقى نيجاتيف ام جي ساين ثيتا ايكوالز ام اي، كنسل الماس. هيبقى اكسلريشن نيجاتيف في جرافيتي في ساين 30، فتطلع بنيجاتيف 4.9 متر بير سكند سكوير. بعد ثانيتين اقدر اجيب الاس after 2 seconds، يعني الاس equal v نوت t plus half at squared. ال v نوت كانت ب 7 والتايم ب 2، وادي الاكسلريشن بنيجاتيف 4.9، وادي كمان تايم باور 2. لو حسبنا ده كله هيبقى 7 تايمز 2 بقت 14 بلس ادي هاف في نيجاتيف 4.9 في 2 باور 2، فتطلع لحضرتك 4.2 متر. طب جميل. طب ايه علاقة الاس بالبوتنشال؟ اقول لك سهلة. بص، انت دلوقتي قلت لي هي مشيت بعد ثانيتين 4.2 متر، صح؟ جميل. وانت عشان تجيب البوتنشال هنا محتاج الهايت ده. طب الهايت ده هو الاوبزيت لمين؟ اوبزيت ل 30. فيبقى الهايت هياخد هايبوتنس ساين، يعني 4 روت 2 اسف 4.2 ساين 30، فيطلع الهايت كام؟ ب 2.1 متر. وبالتالي يبقى البوتنشال هتبقى ماس في جرافيتي في هايت. الماس هو اداها لنا كام؟ 20 كيلو جرام، وادي جرافيتي وادي هايت، يعني 20 تايمز 9.8 تايمز 2.1، فتطلع لحضرتك 411.6 جول. كده انا جبت البوتنشال بعد 2 seconds from the beginning of motion. اوفر الامتحان حلو، امتحان كويس جدا ودايركت وافكاره حلوه يعني. فربنا كده ان شاء الله كده يسهلها عليكم ويرزقكم التوفيق ان شاء ربنا. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.